إذا كان الكثيرون يلجؤون إلى الاقتراض في سبيل ملاحقة صيحات الموضة وارتداء ما استجد في سوق الأزياء، فإن شخصيات آخرين من كبار الأثرياء في العالم يظهرون بالثياب ذاتها أكثر من مرة، مفضلين الاحتفاظ بأسلوب بسيط في الحياة. مارك زوكربيرج من بين تلك الشخصيات مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. مارك زوكربيرج الذي تقدر ثروته ب47 مليار دولار، والذي يبدو في الغالب بتيشيرت عادي قصير بلون رمادي مع بنطال جينز، ولدى سؤاله عن سبب التشبث بلباس واحد تقريبا، في حين أن بوسعه الظهور بملابس فاخرة تبدو في منتهى الأناقة، أجاب زوكربيرج بأنه حريص على أن يمنح وقته للقرارات التي تخدم الناس، لا أن يحتار بشأن ماذا سيرتدي. ستيف جوبز وظل مؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبز يظهر في لباس متكرر ليس سوى سروال جينز أزرق وسترة سوداء وحذاء رياضي عادي، وشاع أسلوب جوبز في اللباس بين موظفي شركة أبل، علما بأنه كشف ذات مرة أنه فكر في أن يفرض لباسا موحدا للموظفين بشركته، لكن الفكرة لم تلقي قبولا وفق ما نقله موقع ماشامبل. أوباما. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يرتدي بزلة زرقاء في الغالب، فيقول أنه لا يهتم بما سيرتدي أو سيأكل لأنه يتابع أمورا عديدة أكثر أهمية يتوجب عليه أن يشتغل عليها ويبت في أمرها. أينشتاين. بالرغم من ظهور العبقري ألبرت أينشتاين ببدلة أنيقة في كثير من الصور، إلا أنه كان عاشقا لسترة القطن المريحة وحذاء صندل الخفيف. دين كيمن. في غضون ذلك يكتفي المخترع العالمي دين كيمن بقميص وسروال من الجينز يظهر بهما في أغلب الأوقات. لاجيرفيلد. ويحتفظ المدير الإبداعي لشركة شانيل وفندي كارل لاجيرفيلد بالأسلوب نفسه بزلة سوداء مع قفازات ونظارات، وكارل هو مصمم أزياء ألماني ومن أشهر المصممين في العالم، وعمل في العديد من بيوت الأزياء الشهيرة، وهو حاليا المدير الإبداعي في دار شانيل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.